مساء الفل. اللي حصل من شوية مع بروكسي، الزمالك وبروكسي، دي فضيحة. إن أنت تقعد 98 دقيقة مش عارف تتقدم على فرقة من الدوري الدرجة التالتة المركز السابع، دي فضيحة. إن اللعيبة دي تبقى واقفة على رجليها أكتر منك، دي فضيحة. اللعيبة دي تتحرك بين خطوطك بتلات لعيبة قدام ست سبع لعيبة وتوصل للجون، دي فضيحة. لما يلبسوك بيلين ما تحسبش كمان، يعني 3-2 وبيلين ما تحسب لهمش، مش اللي هو الأخراني، لا، في واحد كده بتاع حسام عبد المجيد في الشوط التاني أعتقد، قفش كده في اللعيب مش عايز يسيبه، يعني رقصه وبرضه قفش فيه برضه. فضيحة. إنك تلعب، المفروض تلعب بالسكند تيم بتاعك سواء كان احتياطي أو ناشئين، المفروض ينزلوا يكسبوا الماتش ده 7-8 مستريح. لكن اللي بيحصل ده كله ده فضيحة. حسام عبد المجيد ده اللي ما شافش بشير التبعي على وائل أباني على أحمد بكري على محمود، ده ميكس كده بين الأربع لعيبة العباقرة دول يعني مع بعضيهم يعني. لعيب ولا عنده سرعات، ولا عنده ثبات في الملعب وهو بيترقص، ولا اي حاجه خالص. يعني انا ما اعرفش هو بيلعب ليه يعني. والمذيع يجي يقول لك ده برجله واسع وسريع، سريع فين يا عم؟ برجل مين يا عم الحاج؟ صلي على النبي كده في قلبك واهدى شويه يعني. وانا جاي يعني ما شفتش الشوط الاولاني، شفته سمعته في الراديو. فلقيت المذيع بيقول احنا على اعتاب مباراه من العيار الثقيل. قلت يا نهار اسود، هو الزمالك وبروكسي بقى عيار ثقيل؟ يعني احنا اتدحضرنا والله العظيم، احنا اتدحضرنا على الاخر يعني. عايز بس الناس تعرف ان يعني ايه، إن فيريرا ما كانش هو السبب يعني، أو مش السبب الرئيسي في اللي بيحصل يعني. أديكوا شايفين اللعيبة عاملة إزاي. حاتم سكر ده كل ماتش كل ماتش يباصي الكورة غلط تطلع عينها بجون، كل ماتش نفس الفكرة. شيكابالا لما لعيب من الدوري الدرجة التالتة مش عارف تعدي منه، يعني يبقى كده خلصت خلاص. يعني لعيب دوري الدرجة التالتة حافظ طريقة لعبك ومش عايزك تدخل جوه ال 18. فده يعني خلاص كده، يعني كده يعني كده الموضوع يعني خلاص يعني انتهى يعني خلاص. لما تلاقي عندك سمسون مش قادر يجري، عندك محمود شبانة اللعيبة بتاخده سريعة مش قادر يقف على رجليه، انت عندك انهيارات بدنية وتمركزات، وعندك مفيش حد بيتحرك بكورة. احنا خرابة. احنا اقل مثلا من 10 12 لعيب السنة الجاية هنبقى بنهزر. لما يبقى عندك لازم تفور لعيبة كتير. لازم المدرب ده يتفرج على لعيبه مره واتنين وتلاته وما يجيبش اسامي، ولعيبه كتيره تمشي، اسامي تقيله تمشي. لازم تفور الفرقه كلها السنه الجايه. لكن اللي حصل النهارده ده استهبال. ده يعني اقل حاجه تتقال عليها يعني كلام خارج ما ينفعش يتقال. يعني لو اتقال القناه تتقفل يعني. فيعني هنشوف الموسم الجاي إيه اللي يحصل. واكيد هيربطوا الكلام ده كله بالانتخابات، وانتخبونا عشان نجيب مش عارف سوبر هيرو، وهنرجع اللعيبه الامجاد وهنجيب لعيبه سوبر، وانتخبونا بس في شهر 7، والهري اللي بيتقال ده كله. ادينا شايفين اللعيبه اللي بتيجي عامله ازاي، واللعيبه اللي بتتباع عامله ازاي. ولا احنا عارفين نجيب زي اللي احنا بعناه، ولا حتى نصه من اللعيبه اللي اتباعت يعني. بس شكرا.